بسم الله الرحمن الرحيم. فإن إخواننا في غزة وإخواننا في السودان أوجه الشبه في معاناتهم واحدة، فكلاهما يواجه عدوا ظلوما غشوما. هذا العدو صهيوني في نهاية الأمر أو مدعوم من الصهاينة، والهدف واحد. ثانيا، أهل السودان وأهل غزة كلهم عانوا من إخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عانوا من النزوح والتشرد بعدما كانوا في بيوتهم آمنين. أيضا السودان وغزة كلاهما تعرض لتخريب البنية التحتية في مدارسها، في مستشفياتها، في مؤسساتها، في شرطتها، كذلك في آبارها، في محطات المياه، في محطات الكهرباء. أهل السودان وأهل غزة كلاهما يعاني من أن العالم يتفرج على هذه المأساة دون أن يتخذ إجراءات فعلية لإيقاف هذه المجازر وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان. وبعد ذلك لا بد أن يقال أيضا بأن أهل غزة وأهل السودان كلاهما يعاني من صهاينة العرب الذين يدعمون العدوان هنا وهناك ويمولونه بالمال ويحاولون طمس الحقائق وتضليل الرأي العام، لكننا على يقين إن شاء الله من أن الحق منصور والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول بأن فلسطين في قلب كل سوداني، ومنذ أن بدأت هذه القضية والسودانيون موقفهم واحد بأنها قضية عقيدة. ولك أن تتعجب الآن بأن بعض المقاتلين في الميدان في السودان يضعون الكوفية الفلسطينية وهم يقاتلون، لأنهم يعلمون أنهم يواجهون نفس العدو الذي يواجهه أهل غزة. وأيضا قامت في السودان مبادرات شعبية من أجل دعم إخواننا في غزة. ومن العجيب بأن بعض أهل غزة تبرع لأهل السودان من أجل أن يؤكدوا أن هذه الأمة واحدة تتكافأ دماؤها ويسعى بذمتها أدناها، وأن المؤمنين إخوة. وأيضا أهل السودان يعلمون بأنه إذا قضي على ذلك العدو الذي هو في فلسطين فإن مشكلة السودان قد حلت تلقائيا، لأن هذا العدو هو الذي يسعى في تجزئته وتقسيمه وبتر أطرافه. المواطن السوداني الآن باختصار يعاني في كل شيء، يعاني في تعليمه، في صحته، في غذائه، في دوائه، في كسائه. يعاني أيضا في أنه لا يستطيع أن يسافر كما يسافر الناس، لأن البلد إذا ابتليت بالحروب فإن مواطنيها ما يكونون مرحبا بهم في كثير من البلاد. بالإضافة إلى التشتت الذي حصل للأسر، تجد بعضهم في الأقاليم، بعضهم في دول الجوار، بالإضافة إلى هتك النسيج الاجتماعي الذي حصل. وكل ذلك يحتاج إن شاء الله إلى التعاون بين العقلاء والنبلاء من أجل معالجة هذه القضايا كلها.